بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء وبنات طلاب الصف الثاني الإعدادي، النهارده بنكمل مع بعض تاني دروس التاريخ. خدنا في الدرس الأولاني الدولة الأموية، وقلنا إن الدولة الأموية قامت على يد معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية، وكان فيها 14 خليفة. هناخد من ال 14 خليفة دولت يا ولاد أربعة. الأربعة دولت هم أهم خلفاء، يعني في عندنا 10 خلفاء مش هناخدهم. خدنا الأولاني اللي هو معاوية بن أبي سفيان، الثاني والثالث والرابع مش هناخدهم، وهناخد الخامس على طول. الخامس هو عبد الملك ابن مروان. يبقى عبد الملك ابن مروان هو خامس الخلفاء الأمويين. تولى عبد الملك ابن مروان سنة 65. طب احنا قلنا ان بداية الدولة الأموية سنة كام؟ اللي احنا قلنا عليه عام الجماعة سنة 41. عبد الملك ابن مروان العهد بتاعه بيشبه لحد كبير جدا عهد معاوية بن أبي سفيان، عشان كده بنقول عليه المؤسس الثاني، لأن كان في عنده فتن وكان في عنده ثورات زي اللي كانت موجودة أيام معاوية بن أبي سفيان، وهو قدر ان هو يقضي عليها بإذن الله. يبقى عبد الملك ابن مروان اهم اعمال عبد الملك ابن مروان ان هو اعاد توحيد البلاد زي معاويه بن ابي سفيان، قضى على الفتن زي معاويه، جمع كلمه المسلمين زي معاويه، عشان كده بنقول عليه مؤسس الثاني. المصحف الشريف يا اولاد ما كانش زمان فيه نقط، لحد ما عبد الملك ابن مروان جه بدا يحط نقط. يعني اللي كان يمسك المصحف كده ما كانش يعرف العين من الغين او السين من الشين او الدال من الزال. العرب كانوا بيعرفوا بسهوله جدا الموضوع ده، لان العرب زي ما احنا قلنا كان عندهم بلاغه، لكن الناس اللي كانت داخله جديد في الاسلام ما كانش يعرف الكلام ده. فعبد الملك بن مروان اول واحد نقط المصحف. الدواوين قلنا كلمه فارسيه معناها السجل او الدفتر، يبقى كانت باللغه الفارسيه. طب مين اللي خلاها باللغه العربيه؟ عبد الملك ابن مروان، يبقى نقط وعرب. طيب مسجد قبة الصخرة، وعلى فكرة جميع يعني بنسبة 90% من الصور اللي انت بتشوفها للمسجد الأقصى ده مش المسجد الأقصى، أمال ده إيه؟ ده مسجد قبة الصخرة. ولما هنبص على الصورة دهيت هتلاقي ده اللي الناس كلها مفكراه إن هو المسجد الأقصى، لا ده مش المسجد الأقصى، ده قبة الصخرة. وأقول لكم حاجة، قبة الصخرة مبني جوه الحرم بتاع المسجد الأقصى، لكن الجماعة اللي هم الإسرائيليين بيحاولوا يوصلوا للعالم إن هو ده المسجد الأقصى. المهم يبقى مين اللي بنى قبة الصخرة؟ بناه عبد الملك بن مروان. وأقول لكم معلومة مش عندكم بس خليكم عارفينها كده، يعني عشان نبقى شطار. احنا سميناه قبة الصخرة لأن ده المكان اللي سيدنا محمد طلع منه يوم الإسراء والمعراج للسماء. ضرب العملة الإسلامية، يعني سك العملة الإسلامية، يعني طبع العملة الإسلامية. العملة الإسلامية كانت زمان مش موجود، أمال إيه اللي كان موجود؟ كان موجود يا إما عملة بيزنطية يا إما عملة فارسية. طيب جه عبد الملك ابن مروان وقام قايل لا إحنا نعمل عملة لينا إحنا كمسلمين لوحدنا. أعاد بناء الكعبة، أعاد بناء الكعبة، واصل حركة الفتوحات الإسلامية. وزي ما اتفقنا كل الخلفاء اللي هناخدهم هنلاقيهم واصلوا حركة الفتوحات. يبقى أنا عندي أعاد توحيد البلاد، قضى على الفتن، جمع كلمة المسلمين، نقط المصحف الشريف، عرب الدواوين، بنى مسجد قبة الصخرة ببيت المقدس بفلسطين، ضرب العملة الإسلامية، أعاد بناء الكعبة، واصل حركة الفتوحات الإسلامية. من ده؟ عبد الملك ابن مروان. انا عارف ان انتوا كلكم هتحفظوا الاعمال دي بسهوله، بس انا عاوزك ما تتلخبطش، ما تجيبش اعمال واحد مكان التاني، وهم على فكره هتلاقوهم سهلين جدا لو انت ربطتهم ببعض. متى توفي عبد الملك بن مروان؟ توفي عبد الملك بن مروان سنه 86 بعد ان اعاد الاستقرار للدوله الاسلاميه. جه بقى ابنه الوليد بن عبد الملك. هناخد دلوقتي الوليد بن عبد الملك اللي هو سادس الخلفاء الراشدين. احنا قلنا ان عبد الملك هو خامس الخلفاء، ده بعده على طول يبقى ده سادس الخلفاء. قعد 10 سنين من 86 ل 96 وتولى بعد ابيه، وقلنا ان هو استلم الدولة وفيها استقرار، فبالتالي هتلاقي اعماله كلها بناء وتشييد. يعني ايه؟ خد بالك الراجل دوت تلاقيه دايما شغال في المساجد في الجوامع. بنى المسجد الأموي، بنى جامع للعيلة، عيلة الأمويين ما كان لهمش مسجد يبقى بنى المسجد الأموي. طب قلنا العاصمة بتاعتهم كانت في دمشق، ايام معاويه بن ابي سفيان قلنا ان معاويه بن ابي سفيان عمل العاصمه دمشق،
بعد ما كانت في الكوفة، أعاد بناء المسجد النبوي. يبقى بنى مسجد وأعاد بناء مسجد. طب المسجد النبوي ده بتاع مين؟ ده بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام. طب الرسول عليه السلام بنى المسجد فين؟ لما كنا بنقول أول ركن من أركان الإسلام من الدولة الإسلامية بناء المسجد، بناء في المدينة المنورة. وسع الحرم المكي اللي هو فيه الكعبة. يبقى بنى مسجد وأعاد بناء مسجد ووسع مسجد. بنى المسجد الأموي، أعاد بناء المسجد النبوي، وسع الحرم المكي. طب الناس اللي راحت حج، أهم حاجة الطريق بتاعهم يبقى متسفل أو متمهد، مهد لهم الطريق. طيب أهم حاجة برضو إنه يبقى عندهم مية. مش معقول واحد رايح السعودية هيشتغل مية، واخد بالك؟ لا، عمل لهم آبار بحيث إن كل فترة يلاقوا مكان يشربوا منه. وزي ما قلنا كل الناس اللي احنا هناخدهم هنلاقيهم اهتموا بالفتوحات، لدرجة ان الدولة الاسلامية في عهد الوليد ابن عبد الملك وصلت ناحية الغرب للأندلس. الأندلس ديت اللي هي اسبانيا بتاعت برشلونة وريال مدريد واتلتيكو مدريد والحتت دي كلها. طيب وشرقا لدرجة ان هو وصل للسند اي الهند. يبقى الدولة الاسلامية تخيل وصلت منين لفين؟ من عند مضيق جبل طارق الأندلس أسبانيا والبرتغال لحد الهند الناحية التانية، وقدم الخدمات للفقراء والمعاقين. وهنا بيجي سؤال يقول لك بما تفسر اهتم الوليد ابن عبد الملك بالخدمات الاجتماعية؟ أقول له لأنه اهتم بالفقراء والمعاقين. الوليد ابن عبد الملك بيموت سنة 96، يعني بيقعد من 86 ل 96 10 سنوات. طب بيجي بعده مين؟ بيجي بعده عمر ابن عبد العزيز. اللي ما يعرفش عمر ابن عبد العزيز بنقول له ان عمر ابن عبد العزيز سمناه خامس الخلفاء الراشدين. عمر ابن عبد العزيز في السنتين اللي هو قعدهم امتلأت الارض عدل ورحمة وسماحة. عمر بن عبد العزيز هو ثامن الخلفاء، يعني جه بعد الوليد ابن عبد الملك بخليفة. تولى سنة 99 ولم يطلب الخلافة ولكن رشح إليها. عمل على صيانة المال العام. وشوف الثلاث كلمات ده هم تحفظهم زي اسمك، صيانة المال العام. يعني ايه كلمة صيانة المال العام؟ يعني بيت المال من حق الخليفة او من السهل جدا على الخليفة ان هو ياخد اي فلوس، اي هدوم، اي مجوهرات ليه ولعيلته. عمر بن عبد العزيز قال لا، ما دام انا مسكت الحكم يبقى انا اللي مسؤول عن العيلة وعن بيت المال. فخد كل المجوهرات اللي مع العيلة ورجعها لبيت المال، كل الهدايا اللي مع العيلة ورجعها لبيت المال، لدرجة ان هو كان بيلبس هدوم متواضعة جدا جدا جدا. وفي هنا قصة مشهورة جدا ان هو جه يوم العيد ولقى ابنه لابس هدوم مش جديدة فبكى. فقال له ابنه الصغير بقى، شوف هيقول له ايه: يا ابتي ليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد لمن خاف يوم الوعيد. تخيل او طفل صغير بيقول الكلام ده، يبقى والده بقى الراجل الكبير عقليته ازاي؟ ففعلا الناس ديت كان عندها ايمان جامد. تولى عمر بن عبد العزيز الحكم واعاد تعيين او عين ولاه يعني عين على مصر والي وعلى السعودية والي وعلى الاردن والي وكده. الولاه دول اتصفوا بالتقوى والصلاح، فبالتالي كل الدول الاسلامية كان فيها ناس تقية وناس صالحة، فعملت على اصلاح الدول. لدرجة ان هو قال شوفوا معانا فلوس كتير جدا، اي حد عليه ديون ساعدوا كل الناس اللي عليها ديون في عهد عمر بن العزيز. قال شوفوا كل الشباب اللي عاوز يتجوز جوزوا كل الشباب اللي في عهد عمر بن عبد العزيز. قال ازرعوا سفوح الجبال، الحتت اللي في الجبال، عشان لما محدش يقول ان الطيور جاعت في عهد عمر بن عبد العزيز. تخيل الفلوس كانت عامله ازاي بقى. الراجل ده هو انشأ المساجد ومهد الطرق وحفر الآبار، واحنا قلنا ان الطرق والآبار مهمين جدا 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 خصوصا ايام زمان.
وعمل على نشر الإسلام. بس هنا بقى الطريقة بتاعته بتختلف شوية، إن هو كان بيعتمد على الحوار وعلى المناقشة، وبالحوار ومن غير الحرب ومن غير السيوف قدر إن هو يجذب ناس كتير جدا للإسلام. يبقى أنا عندي عمر بن عبد العزيز عمل على صيانة المال العام، أرجع ما وهب له من بيت المال، عين ولاة اتصفوا بالصلاح والتقوى، أنشأ المساجد، مهد الطرق، حفر الآبار، عمل على نشر الإسلام بالحوار والحسنى. متى توفي عمر بن عبد العزيز؟ سنة 101. مين اللي تولى بعده؟ جه بعد عمر بن عبد العزيز 6 خلفاء ضعاف انهارت الدولة الأموية في عهدهم. آخر واحد في الدولة الأموية اللي هو رقم 14 كان اسمه مروان ابن محمد. مروان ابن محمد هيتقتل سنة 132، يبقى الدولة الأموية هتنتهي سنة 132. لو طرحنا 132 من 41 اللي هي السنة اللي معاوية بن أبي سفيان مسك فيها الحكم هنلاقي 91. طبعا احنا قلنا ان الدولة الأموية كان فيها كام خليفة؟ كان فيها 14 خليفة. وبكده نكون انتهينا من الدرس بتاع النهاردة. ان شاء الله في الدرس الجاي ناخد أسباب انهيار الدولة الأموية والفتوحات وصلت منين لفين. أي حد عنده سؤال أو استفسار ما يتحرجش ويسيبولي على صفحتي على الفيسبوك أو يسيبولي تحت في التعليقات. أتمنى يا رب إن انتوا تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.